السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده كده ان شاء الله باذن الله جايه لكم بفيديو الا وهو قبض اليوتيوب. انا قبضت كام من اليوتيوب؟ قبضت بعد قد ايه؟ جبت بالقبض ايه؟ الحقيقه الفيديو بتاع اليوتيوب ده يعني من الفيديوهات اللي هي الناس بتبقى متعشمه قوي بيها، خصوصا اللي هي القنوات الصغيره او القنوات المبتدئه والقنوات اللي لسه ما دخلهاش قبض. بتبقى يعني حابة تسمع كده أي حاجة تطمنهم، تعرفهم هم ماشيين ازاي أو هيمشوا ازاي. فالحقيقة أنا عشان كده قررت أعمل الفيديو ده، لأن أنا كنت في وقت من الأوقات كان نفسي أعرف أو حد يعمل فيديو يعرفني فيه يعني اليوتيوب ده ماشي ازاي أو تعاملات ازاي. والحقيقة قبض اليوتيوب من الفيديوهات اللي لما انتشرت قوي بدأت تعشم الناس، خصوصا ستات البيوت اللي هم يعني يا حرام يعني مش متيسر ليهم فرصة عمل. فقالوا يعني كده كده النت بقى موجود دلوقتي في كل بيت، فايه المشكلة لما نفتح قناة واحنا كده كده بنبقى قاعدين في البيت. المهم بس يا جماعة اللي يفتح قناة يعني يا ريت يبقى عنده محتوى هادف يوصله للناس. لان قنوات اليوتيوب وخصوصا كمان القنوات المعروفه تقريبا دلوقتي بتدخل كل بيت فينا، ففعلا لا اما بتاثر سلبي لا اما بتاثر ايجابي. فيا ريت نبقى احنا من القنوات اللي يبقى ليها تاثير ايجابي على اي حد بيتفرج علينا. مش هطول عليكم بقى وهدخل في قبض اليوتيوب. الحقيقه انا كل ما بشوف حد بيتكلم عن قبض اليوتيوب ما شاء الله اللهم بارك، تبقى جايبه كده يعني ايه، ربنا يعني يا رب يوسع الجميع يعني. تبقى جايبه علبه كده مليانه ذهب وتقول انا جبت الذهب ده من اليوتيوب. ما شاء الله اللهم بارك. تبقى جايبه كده مبلغ وقدره ودولارات كده خضراء وتقول انا قبضت الدولارات دي من اليوتيوب. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا برضو يوسع على كل الناس. آه، الناس بتغير من فيلا لفيلا وبيقولوا من قبض اليوتيوب. الناس بتجيب عربيات وبتقول من قبض اليوتيوب. يمكن الكلام صحيح، الله اعلم. يعني انا الحقيقه انا لسه ما جربتش ان انا اقبض من اليوتيوب. لسه فعلا والله ما جربتش الاحساس ده ومش مستعجله عليه الحقيقه. لان انا عندي مبدأ ان انا عمري ابدا ما هسعى ورا الفلوس اللي تبقى تخليني اتخلى عن مبادئي او اقدم حاجه انا مش مقتنعه بيها. وانا عندي قناعه الحقيقه ان القنوات المحترمه والقنوات اللي بتقدم محتوى هادف ما بتكبرش الا بعد كتير قوي، عشان بس يعني ايه يبقى عندكم قناعه بكده. ممكن اقولك لو انتي قدمتي محتوى تافه او خصوصيات بيتك او حياتك، ممكن اقولك اللي انتي يعني هوبا كده شهرين ثلاثه هتقبضي. الحقيقه الموضوع ده انا مش حباه. كل حد يعمل اللي هو مقتنع بيه، انا بتكلم عن نفسي وعن شخصيتي وعن مبادئي. انا مش حابه ان انا اكون كده. ولو دخل لي حتى الوفات مؤلفه من ان انا اعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها او اعمل حاجه ضد مبادئي، لا انا مش هعملها ومش عايزه الفلوس فعلا اللي هتيجي بالطريقه دي. لان انا حاسه ان هي يعني مش هيبقى فيها بركه، مش هيبقى فيها بركه. مش عارفه انا يعني انا مش حابه الطريقه دي. يعني انا مش حابه الفلوس اللي بتيجي من الحاجات اللي هي فيها شبهه دي. انا حابه ان الواحد لما يشتغل مش عيب خالص ان الواحده تسعى على الرزق. مش عيب ان الواحده يبقى عندها طموح ان هي توسع من الحياه المعيشيه بتاعتها، تقف جنب جوزها، توسع على اولادها وبيتها. مش عيب خالص، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، بس بصوره مشروعه، بطريقه مشروعه، بحاجه كويسه، بحاجه ما فيهاش حرمانيه، بحاجه ما تخرجوش بيها عن عاداتك ولا تقاليدك ولا دينك. ده مبدئي. ممكن حد يختلف وممكن حد يتفق، عادي ما فيش مشكله. آم، قبضت كام من اليوتيوب؟ ما قبضتش اي حاجه من اليوتيوب. والله العظيم فعلا يا جماعه ما خدتش ولا جنيه وحاسه ان انا مش هاخد. يعني حتى فعلا انا مش هاخد حاجه من اليوتيوب ده. آم، الله اعلم، يعني دي حاجه في علم الغيب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي رزق فيه، الله اعلم. زي ما قلت لكم انا مش مستعجله وعندي قناعه ان الرزق مش مال بس، مش مال بس. ممكن يبقى ربنا رزقني في حاجات تانية كتير، ان الحمد لله ولله الحمد. يعني عشت مستوره جدا الحمد لله. زوجي موفر لي كل الحياه المعيشيه المتاحه المستوره جدا.
واحسن من ناس تانية كتيرة. زي ما قلت لكم الرزق مش مال بس، الرزق ممكن يبقى حاجات تانية كتيرة انت مش واخدة بالك منها. صحة، اولاد، زوج صالح، طاعة، رضا امك وابوك عليكي، حاجات تانية والله العظيم احسن من المال بكتير جدا. الفلوس دي بتروح وتيجي، الفلوس دي بتروح وتيجي. انا ما قبضتش اي حاجه فعلا من اليوتيوب. فاتحه القناه بقالي حوالي كده يعني 3 سنين بالظبط والله العظيم، يعني يمكن 3 سنين الا شهرين كده ولا حاجه. يعني مده برضو، يعني واحده غيري كانت ملت، كانت عملت فيديوهات مطرقعه عشان لا، بس انا ابدا عايزه اقول لكم حتى ما كملتش الشروط، والله العظيم فعلا ما كملتش الشروط. آم، ومش فارق معايا ان انا اكمل الشروط ولا لا، او ان انا اربح ولا لا. بس اللي فارق معايا جدا ان انا ما اقدمش حاجه انا نفسي ما كنش بحترم نفسي فيها، ما بالكم بقى بالناس اللي حواليا. ده مبدئي، وزي ما قلت لكم الحياه وجهات نظر، وكل واحد حر في وجهه نظره، لان في الاخر كل حد بيتحاسب على عمله، الحلو بيتحاسب والوحش برضه بيتحاسب. في قنوات بتقبض من اليوتيوب اكيد طبعا، في قنوات بتقبض من اليوتيوب، والا ما كانتش حياتهم ما شاء الله اللهم بارك اتغيرت. زي ما قلت لكم ربنا يا رب يرزق كل الناس. آم، بيقبضوا قد ايه والله الله اعلم، انا فعلا ما جربتش. بس اكيد يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني بسمع ان القنوات الكبيره اللي بيدخل لها مشاهدات كتيره اكيد بيدخل لهم دخل كويس، لان هم اكيد بيتعبوا ويعني وبيبذلوا مجهود كبير. فيعني ربنا بيرزقهم. في حد هيقول لي طب ما احنا بنتعب وبنعمل مجهود وبنقدم محتوى هادف، وفي ناس كتير ما بتعملش المجهود اللي احنا بنعمله، ومش بتقدم الحاجات الكويسة اللي احنا بنعملها و... ومش بنقبض او مش محققين اي حاجة. هقولك ايه المشكلة، هرجع برضو واقولك الرزق مش مال وبس، الرزق مش مال وبس. ومحدش يا جماعة يستعجل، الارزاق دي يعني مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني مهما تعملي ومهما حد هيعمل مش هياخد الا اللي ربنا كاتبهوله. احنا بنفتكره اجتهاد، هو بيبقى اجتهاد، بس بيبقى قبل الاجتهاد ده بيبقى توفيق من الله عز وجل. فمحدش يستعجل. خلي عندكم صبر، خلي عندكم رضا، خلي عندكم قناعة باللي انتوا بتقدموه. انا بس يعني حبيت كده اطمن كل القنوات البسيطة اللي زي حالاتي. لا، في زيكم كتير كتير جدا. انا واحدة من الناس هوت فاتحة القناة بقالي والله فعلا داخلة على 3 سنين اهو، ومحققتش حتى الشروط. وعندي رضا جدا جدا جدا، لان انا مؤمنه جدا بالحاجات اللي انا بقدمها. لان قلت قبل كده ان انا لما دخلت مجال اليوتيوب خدت عهد بيني وبين نفسي ان انا مش هعمل اي حاجه مضره، مش هعمل اي حاجه تنعكس على اي حد بيشوفني حتى لو فرد واحد بس بصوره سلبيه. ده فعلا كان مهم عندي جدا، مش هعمل اي حاجه اخرج بيها عن عاداتي ولا تقاليدي ولا دين اللي انا اتربيت عليه. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تستعجلوش، خلي عندكم قناعه، الرزق مش مال بس، ودي حاجه بكررها كتير جدا، الرزق مش مال بس. فقلت يعني بقى ايه، بما ان كده يعني كل اللي بيطلع بقى اللي بتجيب ذهب واللي بتجيب عربيه، يعني عملت الفيديو دون يعني على سبيل الدعابه كده، وان الواحد يفرج عن نفسه. دي مش عربيتي يعني، دي عربيه اخويا، انا كنت عند بيت والدي. فاللي قدامكم دي والله العظيم مش عربيتي، يعني اتمنى ان انا حتى يعني يبقى عندي نصها، بس الحمد لله. وبس ده كان الفيديو بتاع النهارده. خلي عندكم امل في بكره ان شاء الله. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم ما تنساش تعملوا لايك للفيديو. شكرا جدا.